من غير لا دقيق ولا عجن ولا تخمير ولا حاجة ابدا. هنعمل الجمال ده كله بسرعة البرق. سينابون، احلى سينابون ممكن ناكله في التاريخ. يعني نبعد عن الطريقة التقليدية شوية وجرب الطريقة دي، سهلة وبسيطة جدا جدا ومبسطة الى ابعد حد. عاية الجلاش بتاعي يا ريت يكون طازة، واخد منه واحدتين اتنين رقين فقط. واجهز معلقتين كبار من السكر الباودر، ومعلقة من القرفة كبيرة، ومعلقة كبيرة برضو من الكاكاو. زي ما انتوا شايفين الحشوة بتاعتي دي اخلطها بالمعلقة بالشكل ده وادمجهم مع بعض كويس. والزبدة السايحة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، او استبدلها بالسمنة مفيش اي مشكلة. رقين من الجلاش، وادهن الزبدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين، دهن كويس خالص. اشبعها كويس او اغلغل فيها الزبدة كويس او السمنة، وابتدي احشي الحشوة بتاعتي نفس السينابون بالظبط. معلقتين كبار من السكر الباودر، معلقة كبيرة قرفة، معلقة قدها من الكاكاو. بعملها او بكشكشها زي بالظبط الكرينكل، فاكرينه اللي عملناه مع بعض حلو حادق. وادهن صاجة او صينية مقاس 24، وادهنها كويس زي ما انتوا شايفين بالزبدة، وابتدي احط السينابون بتاعتي. وهكذا نعمل واحدة تانية مع بعض. رقين من الجلاش وادهنها زبدة كويس خالص، واحط الحشو بتاعي السكر مع القرفة مع الكاكاو، واوزعه كويس بالطريقة دي، وابتدي اكشكش فيه زي الكرينكل بالظبط من الجنبين، من هنا ومن هنا، لحد ما يكشكش معايا، والفها رول بالشكل ده بطريقة منمقة كويس، علشان لما اجي احط السينابونايه وجنبها واحدة تانية اضغطهم كده بحيث ما يتفلتوش مني جنب بعض، وارص كل الكمية. واخر ما الزبدة زادت معايا او السمنة، ورحت دهنت كده على الوش. ويلا بينا نجهز السيرب بتاعها. كوب من اللبن، ونص كوب من الزيت النباتي، وعدد بضاية واحدة، وفانيليا طبعا، ورشة من الملح، ونص كوب من السكر، ونص كوب من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هضرب كل الكلام ده مع بعضه في الخلاط. عايزة استبدل الدقيق مكان نشا ماشي، بس النشا بيدي طعم احلى بكتير. جربوها وهتعجبكم جدا جدا. احط السيرب بتاعي بعد ما عمل فوم كده من الخلاط لما ضربته، واحطها في صينيه على درجه حراره 180، ونجهز التوبنج بتاعنا اللي هو الجبنه الكريمي واللبن والسكر الباودر والزبده والفانيليا. تعالوا مع بعض نشوف الكميات. حطيت كوب اللبن، وهسيح عليها وايت شوكليت، عدد واحدة بس من الوايت شوكليت، والجبنة، واحطهم في الميكروويف او اسيحهم عادي على نار مباشرة، مفيش اي مشكلة. وبعد ما يسيحوا هضيف معايا الزبدة بتاعتي اللي هي عبارة عن كوب من الزبدة وكوب من السكر الباودر، وابتدي اضربهم او وفانيليا، وابتدي كده ادمج السكر مع الزبدة لحد ما يديني القوام الكريمي، او القوام اللي هو زي الكيك كده، قوام كده تقيل. افضل اضرب فيها كويس زي ما انتوا شايفين، وابتدي احط الجبنه بتاعتي اللي ساحت هي والوايت شوكليت واللبن، وذره صغيره من ملح علشان تعدل لي الطعم مش اكتر. ما ننساش الفانيليا اكيد، يعني عشان بنحط حبه صغيره من الفانيليا عشان تدي طعم للتوبنج حلو طبعا. هضرب التوبنج كويس، واول ما القاه يعني تخن معايا كده، ابدا امهيه شويه باللبن، حاجة بسيطة مش حاجة كتيرة، لحد ما القوام يظبط معايا. هو ده القوام المظبوط، واحطه في التلاجة يمسك نفسه لمدة لا تقل عن 10 دقايق مش اكتر. وادي طلعت معايا الصينيه القمر بالشكل ده. شايفين الجمال والطعامه. عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب الدنيا. ريحه الجلاش مع تناسق القرفه والكاكاو خطير. وتحطوا التوبنج كده في الوش، رهيبه رهيبه. وما ننساش برضو نغطيها اول ما تطلع من الوش ده، يعني ضروري ضروري نغطيها اول ما تطلع، وبعدين نحط عليها التوبنج. وبألف هنا وشفا، بحبكم جدا، باي باي.